يا عم مفيش مشكله، كل تاخيره وفيها خير، تفائلوا بالخير تجدوه. ما لو اتاخرت عن كده مش هنعرف نعمل المزاد. نعمل المزاد بكره، الدنيا ما طارتش وهنبيع نفس الكميه. ايه مش واثق في كلامي ولا ايه؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا حول الله. مش بالعاده يعني زلزال المحل يبقى على البلاطه كده؟ ده من فضل ربنا الحمد لله يا معلم فواز، الحاجه ما بتقعدش، ما انت عارف بتتباع اول باول. انا بقول اجيب لك شويه برتقال تعمل لك بيهم مزاد بدل ما انت قاعد كده ولا شغل ولا مشغله. لا شويه البرتقال دول تبقى تعصرهم للمعلمه، تطري على قلبها يمكن تزود لك اليوميه بتاعتك. انما انا حاجتي جايه. بس انا قلقان حبتين. البضاعه شكلها اتاخرت. شكلها كده شافت لها شوفه تانية. قليله الاصل البضاعه دي. هي الفاكهه كده قاسيه وغداره. يلا بينا يا معلم فواز، عندي شويه برتقال عايز اعصرهم. كلامك صح يا اسامه، انا فهمت الموضوع. ما انا قلت لك يا زلزال التاخير ده مش طبيعي، وانا حاسس من الصبح ان في حاجه غلط. ما بيردوش. طب وبعدين كده هنعمل ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا شعلان؟ الحمد لله، تشكر يا واد عم على الشغلانه الجديده. مكانك يا شعلان، انا رايح مشوار بس وجاي لك على طول. على فين يا زلزال؟ رايح العياط اشوف ايه الحكايه. طب استنى انا جاي معاك. استنى بس، انت قول لي انا هشتغل ايه هنا؟ يا عم استنى لحد ما نيجي يا زلزال. استنى اعمل ايه؟ قول لي. اقعد هنا اعمل ايه؟ اقول لك احرس المكان يا زلزال. احرس المكان؟ سكيورتي تاني؟ لا. باتنين ونص وتعالى يا بوس. وصلك اللي حصل؟ ما انت سم طول عمرك. الله، مش انت اللي جيتي وقلتي لي انت كبير السوق واعمل الواجب؟ وكبير السوق اعمل الواجب. ولا كنت اتصور انك تعمل كده. ده اقل واجب عندي. طب تعالى تعالى يا كبير المعلمين، حقك تيجي تنفش ريشك. خليه بقى يأجره مفروش او يبيت العمال فيه بالفرشه ويقبض حق المرتبه. اتاريك انت كنت هتموت على حوار خليل. انت اصلك بصه النقله، انما انا باصص لبعيد قوي. لعبتها صح ولبستها له في دماغه صح. عشان اللي يلعب مع منصور يستحمل. ما خلاص بقى، الله هي سيره. يا ست سيبينا نبسط شويه. طب بذمتك مش مبسوطه؟ انا اللهم لا شماتة يعني، انا زي كل التجار، انما انت حوارك اكبر. الحوار خلص، يورينا شطارته بقى. وهو بقى تحت ضرسك، ناوي تعمل ايه؟ ولا حاجه، انا هقعد اتفرج عليه وهو حايس لايس كده، ولما يعدي قدامي هقول له الف مبروك يا عريس. سقط عليك النبي، سقط عليك النبي، انا عايش خدامه طول العمر تحت رجليكي، بس النبي ما تخليه يرميني انا واللي في بطني. بايدي هتبوظي المانيكير. ما تخلص يا قاسم، هتفضل واقف عندك كده كتير؟ ولا لا، ساعة عليك رسول الله ما تقولها، ساعة عليك رسول الله ما تقولها. لا انت طالق. ايه؟ مش سامعه كويس. ولا انت طالق. طالق بالثلاثه. ايوه كده. يلا يا حبيبتي روحي للشارع اللي اتربيتي فيه وشوفي لك حد تاني تضحكي عليه. منك لله يا شيخة، هتروحي من ربنا فين؟ ربنا ينتقم منك. يلا اطلعي بره شوفي اليوم. غير ما بره. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، هتروحي من ربنا فين؟ يا مفترية. حسبي الله ونعم. اظن انا كده عملت لك اللي انت عايزاه. لسه. رباب جاهزة يا استاذة ريهام؟ ايه ده؟ دي شنطتك، هتاخدها وتحصلها. ريهام انت نسيتي ان ده بيتي ولا ايه؟ كان بيتك لما كنت جوزي. ما انا لسه جوزك. لما تقل مني وتتجوز الشغاله بتاعتي عليا يبقى ما ينفعش افضل على ذمتك يوم تاني يا اسم. طلقني. مش هطلقك، ونجوم السما عقرب لك انت وابوكي. بسيطه، هرفع قضيه وهكسبها بعقد جوازك على الشغاله اللي عندي جوه. هو انت مش عارفه انت متجوزه مين وممكن اعمل معاكي ايه؟ وريني شطارتك، انما دلوقتي تطلع بره. انت فاكره نفسك مين يا بنت كتخه؟ انت جننتي؟ ابعد يا ابني ايدك انت اهو. اهدوا يا ولاد اهدوا،
قاسم بيه عاقل، واكيد مش عايز البلد كلها تسمع انه اتشال هلا بلا واترمى في الشارع. ولا ايه رايك يا قاسم بيه؟ المصلحة ما تزعلش حد يا معلم زلزال، واحنا شفنا مصلحتنا. وانا ما فصلتكش في كلمه، الرقم اللي طلع من بقك انا وافقت عليه، يبقى ليه نرجع في كلامنا؟ لقينا اللي دفع اكتر والفرق احنا اولى بيه. يعني عايزين تعلوا السعر. طب اللي دفع كام؟ ملوش لازمة الكلام ده يا استاذ، انا لولاش خاطر الاستاذ زهدي ما كنتش جيت النهارده، انا جيت بس عشان انوركم وانت تعرف تصرف امورك، لكن انا والتجار واصحاب المزارع واصحاب الجناين كلنا بعنا خلاص. معلم طلعت، انت راجل سمعتك في السوق ان كلمتك واحده، فاللي يخليك ترجع فيها حاجه كبيره. قول لاخوك الصغير ما تتكسفش، مين ورا الموضوع ده؟ خليل بيه. خليل بيه اللي ادالنا فلوسنا كاش حتى من قبل ما يشيل الزرعه. إنها الحرب وإذا القضية ليست قضية زراعة ولا شراء فاكهة، دي قضية واحد عايز يخنق واحد. انا كده قلت اللي عندي. السلام عليكم. هدفع لك اكتر من اللي خليل هيدفعوا لك بجنيه يا معلم. يا معلم زلزال، ولا انا ولا اي واحد من اصحاب الجناين يقدر. انت عارف خليل بيه ده راجل واصل وايده طايله، عارف ممكن يعمل فينا ايه؟ وصلت الرجالة يا معلم طلع. ملوش لزوم الكلام ده يا استاذ زهدي، معلم بيخاف. ربنا معاك يا معلم زلزال. استاذن انا. السلام عليكم. السلام. بينا يا رجاله. كتر خيركم يا معلمين. عايز توصلني ليه يا خليل؟ وصلت لقمة عيش يحاربني فيها يا استاذ زهدي؟ ما سبت له البلد كلها، عايز مني ايه تاني؟ خليل خايف منك يا زلزال، خايف لا تكبر. يا زلزال كده هنبيع ايه في الشنيش؟ هنجيب فاكهه منين؟ اللي فيها لله ما بتغرقش. هنزل بالعربيات واجي بحر، مش هرجع الا وانا محملها كلها فاكهه. هو خليل هيتأخر ولا ايه؟ ملوش مواعيد، ممكن فجأة ليه طبب علينا وممكن ما يجيش النهارده خالص. هستناه ربع ساعة كمان. اعمل لي قهوة ربيعة. بطلت، اصلها طلعت مضرة بالصحة. هتستهبل يالا انت؟ وانا بقول لك اشربها؟ انت اللي شربتها يا سيادة النايب ومن بدري كمان وانت مش واخد بالك. قصدك ايه يا ربيع؟ قصدي ان خالد انت جاي عشان يلحقك، فاكره هيقف في صفك قصاد بنته؟ ده انت تبقى راجل طيب قوي. قصدك ان خليل كان عارف باللي حصل؟ الطبخة كلها مطبوخة باسم خالي وعبد الحليم وابوه المحامي بتاعك، هي باينة بس انت مش واخد بالك. اصل الموضوع اكبر من الرهان بكتير، ويمكن كمان مطبوخة من قبل ما انت تتجوز بنت عبد البصير الراجل الغلبان اللي راح في الرجلين. انت كداب يالا انت. مش عرفك بالكلام ده؟ كنت بسمعهم هما بيتكلموا عليك وبيضحكوا بعلو حسهم على غباوتك. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا مد ايديك واتفضل. امسك ازلط دي، ده بيض بلدي، وادي لقمة قشطة كمان اهي. يلا مطرح ما يسري يمري. ايه الكلام ده يا خليل بيه؟ انت حولت قعدة البيزنس لقعدة اكل فطير وقشطة وبيض. يا حلم اطعم الفم تستحي العين. بقول لك يا حلو، انا عايزك تقولي له ان الصفقة دي انا عايزها باسمي لوحدي، يعني بصريح العبارة ساندي بره الشغلانة دي. هو الكلام ده جديد ولا ايه يا خليل بيه؟ يا اخويا جديد ولا قديم؟ ادعي بس ان الشغلانه تمشي ما تنبرش. قال لك ايه؟ هو موافق بس العقود تبقى باسم شركتك انت. الكلام ده اكيد طبعا، علشان مش عايز يدفع العمولة لساندي. اهم حاجة ساندي ما تعرفش حاجة عن الشغلانة دي خالص. لا تمام ما تقلقش، وانا من بكره هعمل لك ورق شركة تصدير باسمك. هو ده الكلام، تسلم عينيك. بس الصفقة دي لي عمولة لوحدها، ملهاش دعوة بالشغل اللي بيني وبينك خالص. هو انت ايه؟ ما بتجاملش في حياتك خالص؟ اشحال يعني ما كنتش جوز بنتي؟ بس هقول ايه، ما انت ابن سعيد،
اللي طالع واكل نازل واكل. ده بيزنس سبحان الله، مع انك لسه بايع مراتك اللي معرفاك الطريق وعايزني انا جمل. نعوذ بالله، ربنا ما يجعل لنا جار وله عنان. يعني مش الصفقه دي كبيره عليك شويتين؟ حليت ها؟ عايز تشاركني؟ لا اشاركك ايه، انا راجل بحب السمسره. انا بس قلت انبهك. تنبهني؟ ما تقلقش. بص يا حلم، اللي عايز يكبر لازم يفكر على كبير.